أيوا المغرب فوز مستحق. العالم الكاملة أطحناهم كاملين. نافر مصر، ها ليبيا اليوم، ها تونس، ها جوارينا، ولكن أحسن سكور كان على جوارينا 3-0، هدف مور هدف. anyway حنا ديما في الصدارة الحمد لله. حنا تزادينا هكا اش غنعملو؟ فين غتكون سيادي كأس افريقيا تحت 17 عام؟ في المغرب عاوتاني غتجيو عندنا غير وكان. هذا ميساج لجوارينا، الا باغيين تجيو تشجعوا وليداتكم ايوا جيبوا معاكم بامبرز ديالكم. احنان امي ونعومه الدلع، صافي سالات الكولابوراسيون مع دلع، سالات جيبوا معاكم ديالكم دابا. وبالنسبه لخوتنا المصريين اللي ليه ناموس الدبان كاين في اي بلاصه، غير هو كيتجمع ما تلقاش ريحه خايبه. الفهم يفهم. بيس. مبروك الاشبال الاطلس اقل من 17 عام بالعلامه الكامله بعد فوز على ليبيا، فوز مستحق. مبروك الاشبال الاطلس، لقب ابطال شمال افريقيا. والتنظيم ديال لاكوب راه غادي يكون في المغرب بيان سور، وديما المغرب حاكمين لازون. من بعد ما ضربنا مصر والجزائر وتونس وليبيا، شكون اللي حاكمه؟ المغرب. واش خبارك بان في هذه اللحظه اللي كتشوف هذا الفيديو هذا ولا 17 عام شدوا ليبيا في الخواتة هي، وبذلك حنايا هما متصدرين ترتيب المجموعه. اللهم بارك على ولاد 17 عام. دابا يقول لي انت كيفاش بغيتي المغربي غادي يبغيوك هاد الناس هذا، وانت اي منتخب شديتي كتسلخو. شديتي الجزائر سلختيها، مصر سلختيها، ليبيا سلختيها، تونس سلختيها. يقول لي كيفاش تبغيتي في الافريقيه تبقى عزيز وانت اللي شديتي كتعدى عليه. الا ما ضحكتيش عارف راسك اخويا، راه يشمل معاك شي واحد من الثلاثه هادو اللي ذكرت دابا. حتى المنتخب المغربي شد ليبيا، اللهم بارك. البيت الاول، البيت الثاني، البيت الثالث، اللهم بارك علينا وصف الله. صراحه الكره في المغرب اتطورت بزاف، النيفو هربان الدراري، والله نيفو هربان. هادشي باش يتبعونا دابا بحال انت غادي بشي صاروخ بلا انت باك بشي بيكالا ومشوشه، راه هكاك دابا واقع لهم دابا. عرفتي باش يتبعونا ويشدونا خصهم سنين ضوئيه. داكشي علاش المساكن كيبقاو يفهم بلا 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 ودابا خلاص وصافي، خصهم يهضروا باش يبردوا على خاطرهم. علمنا عليهم كاملين. وانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع. علامة كاملة 12 نقطة، أقوى دفاع، أقوى هجوم، أبطال بحق. وشكون اللي ورانا؟ اللي هاو شكون اللي في المقدمة؟ 7 أسود الأطلس اللي كيشرفوا كرة قدم أفريقيا، أبطال أفريقيا، بالأرقام، بالنتائج، ماشي بالكلام بالبلا بلا. الأرقام تتكلم. سجل 10 أهداف، استقبل هدفين. تحياتي لكم أسود الأطلس. إن شاء الله غادي نتلاقاو معكم هنايا في المملكة المغربية ونشجعكم إن شاء الله في كأس أفريقيا أقل من 17 سنة اللي غادي تقام هنا في المملكة المغربية. بيس. كده المغرب بتفوز على الكل، مفيش حد أحسن من حد. المغرب تفوز على ليبيا 3-1، وكده المغرب يبقى فازت على تونس 2-0، فازت على الجزائر 3-0، فازت على مصر 1-1، وفازت على ليبيا 3-1. يبقى الجزائر هي اللي خدت الحظ الأكبر من الهزيمة 3-0، هي اللي خبطت جامد. من بعديها ليبيا 3-1، ومن بعد ليبيا تيجي تونس في المرتبة الثالثة في الخسائر. يعني الخسائر الأكبر الجزائر، ليبيا، تونس، ومصر. ده خبط 3 وده 3 وده 2، ولكن مصر كانت 2-1، ولكن احنا جايبين هدف بهدفين. ليه؟ لأن الكورة لعبت خبطت في المقص ورجعت خبطت في قلب اللاعب، جت رايحة اللاعب الثاني سجل هدف في دراماتيكية. غير طبعا الهدفين بتوع المغرب كانوا وحشين.
فيبقى مصر 2-2، يبقى مصر هي الأقل خسائر أمام المغرب. يبقى كده مصر هي الأقل خسائر أمام المغرب. يبقى مصر يعتبر الثاني، مصر يعتبر الثاني يعني مش الثالث، لا. لكن بقى بالنقاط والكلام البطيخ ده، الجزائر هي الثاني 7 نقاط، ومصر 6 نقاط، وتونس وليبيا خلاص. ولكن انا قلت لكم دول عفاريت في كرة القدم وهيكسبوا ليبيا. تخيل بقى، مش محتاجين ان هم يكسبوا ليبيا ولكن كسبوها. يعني لو احنا بقى وشامطين الجزائر وتونس والمغرب، ونيجي اخر ماتش ده مع ليبيا، بص تلاقي فيه فير بلاي كده، واللعيبه بتتدلع والاحتياطي بينزل، ونلعب مع بعض كده ونسلم على بعض ونشوف بقى المهارات، يعني نبقى لعبه على الواقف كده. لا، ما عندهمش الكلام ده. المغاربه ما يعرفوش لا جرابه ولا محبه ولا اخوه، ولا يعرفوا اي شيء في الكلام ده. في الملعب، في الملعب المغاربه وارثينها من على الكبار، من اول المنتخب الكبير للاصغر للاصغر منه. في ارض الملعب هو كانه يعرفك، ولا كانه يعرفك. والله اللي جيك بتستقبل اهداف يفضل يديك لما الحكم يصفر، تروح تقول للحكم انهي الماتش، زي ما واحد من اخواتنا عمل، اخواتنا المغاربه قالوا لي بقى الماتش كفايه بقى كده، في ماتش اللي هو انتهى 0-0 ده في الاولمبياد. فهم دول المغاربه، هم دول المغاربه. تعالوا نروح نشوف تسليم الكاس عشان نبارك ليهم باستلامهم للكاس ونرجع تاني. يلا نسمع ونيجي نعمل لهم فيديو برضه، لازم نحتفل معاهم عشان ما يقولش الاهلاوي بيزعل لما ما بزعلش. نحتفل معاهم برضه، ولادنا ما ينفعش. يلا نشوف العفاريت وهم بياخدوا الكاس ونرجع.